النهارده هنعمل مع بعض عيش التورتيه اقتصادي وصحي جدا. ليه بقى؟ عشان معمول بعيش اسمر اللي هو الصحي المفيد جدا جدا جدا. بصي الجمال، تحفه تحفه فنيه. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم اقول لكم عملنا عيش التورتيه الرهيب ده ازاي. يلا بينا، بس ما تنسيش لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي بقى، مستنيه ايه؟ يلا بينا على طول نقول مقاديره. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل عيش التورتيه بدقيق الاسمر الصحي، محتاجين 3 كوبايات من الدقيق اللي هو فيه نخاله اللي هو الاسمر، تمام، اللي هو بيقول عليه الحبه الكامله، ونص كوبايه من دقيق الذره. طبعا الدقيقين انا نخلاهم بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس ده الفرق ان انا الرد بتاعته مش مطلعاها. هجيب عندي طبق، هنزل في الطبق عندي ب3 كوبايات ونص دقيق، 3 كوبايات اقصد الدقيق ونص ذره بالشكل اللي انت شايفاه ده. هقلبهم مع بعض كويس عشان دقيق الذره يتوزع على الدقيق الاسمر مع بعض، الاتنين يدخلوا في بعض كده. عندي معلقه كبيره من الكيك شيف. العيش ده يا جماعه ما فيهوش خميره، ما بيتحطلوش خميره، بحط له كيك شيف. وعندي ربع معلقه او نص معلقه صغيره من الملح، والملح برضو راجع لذوقك انت في الاكل. بص حبايبي، 3 كوبايات دقيق ونص المفروض ان انا هستخدم لهم ميه من كوبايه لكوبايه وربع، تمام. فانا هشيل ربع الكوبايه على جنب وهنزل بكوبايه الميه برضو على كميات على مراحل، تمام. بعد ما عجنت كده بكوبايه ونص من الميه، تمام، وبنزل بيها برضو بالتدريج. عندي هنا حوالي 3 معالق كبار من الزيت بقفل بيهم العجينه بتاعتي. وما تنسوش رشه السكر يا جماعه، انا الكاميرا فصلت فيها. نقول مقادير العيش التورتيه تاني، عباره عن 3 كوبايات ونص كوبايه دقيق ذره، والدقيق اسمر حبه كامله. بعد كده بحط عليهم كوبايه، بعجنهم بكوبايه ونص، من كوبايه لكوبايه ونص من الميه، ولو عندك حليب بتعجني بيه، تمام. عندي انا عاملاه النهارده اقتصادي جدا، وعليه رشه ملح ورشه سكر، تمام. وبعد كده عليهم معلقه كبيره من الكيك شيف، وحطيت لهم في الاخر، قفلت العجينه ب3 معالق كبار من الزيت. العجينه دي عايزه تتملك شويه، تمام، مش هحط لها اي سوائل تاني. بصوا حبايبي، دي العجينه شكلها بعد ما حطيت لها 3 معالق كبار زيت مليانين وملكتها شويه فيها. انا عايزاها كده شويه بتلزق وفي نفس الوقت ماسكه نفسها، تمام. هبتدي اقطع العجينه دي. عندي الرخامه بتاعتي هنزل عليها برشه دقيق، هرش كده رشه دقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان العجين عندي ما يلزقش. هبتدي اقطع العجينه دي كويرات على قد بعض، يعني تقريبا كده حوالي 50 جرام. على الميزان تحطيها تعمل معاكي 50 جرام زي الليمونه الكبيره كده. بصوا بقى يا حبايبي، العيش ده ما بيرتاحش ولا بيخمر طبعا عشان فيه بيكنج باودر. ببتدي افرد اول كوره انا فردتها، انا كورتها، تمام، وهفردها بسمك رفيع، تمام. بصوا كده حبايبي، حطيت طاسه على النار اللي انا هسوي فيها، وبفرد على دقيق قليل عشان العيش معايا ما يديش لون اللي هو الصفار بتاع الرده، تمام. هفرده بسمك قليل رفيع جدا وهوريكم شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه، انا فردته بسمك قد ايه، رفيع جدا، تمام، وما فيهوش دقيق. هطلع على طول على الصينيه اللي على النار اللي هسوي فيها. بصوا معايا، بهدي النار وما استناش ان يستوي من وش واحد، لا، ببتدي اقلبه كده بالراحه، بسم الله. افضل اقلب فيه وش وظهر على طول لحد ما يديني يعني لون سوا خفيف كده. اول ما يبتدي يشمع معايا كده ببتدي اعلي عليه النار وافضل اقلب فيه. اهم حاجه عندي العيش اول ما يطلع ويستوي بحطه في كيس زي كده واقفله. بصوا حبايبي، قبل ما اخلص الكميه عايزه اوريكم طريقه للفرد. بصوا، بغطس العجين كده في الدقيق، بصي، وافرد كده حلو فيهم هما الاتنين. يعني انت لو عايزه تخلصي الكميه يعني بسرعه، تمام. بصي بيبقوا لازقين في بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبفرد الاتنين مع بعض. بصي، بسم الله
كده فوق وتحت لما يتفردوا هما الاتنين مع بعض. بصي بعد كده برجع افتحهم. بصي ما شاء الله اهي، وابتدي اعمل التاني. انا حبيت بس اوريكم طريقة لسرعة الفرد. وده شكل حبايبي عيش التورتيه، حطاه في كيس عشان زي ما احنا عارفين اي نوع عيش بينشف. هوريكم كده شكله نقدمه مع. بصوا الجمال تحفه. ويا ريت ترققيه عشان خاطر ما يقطعش معاكي. لو انت قطعتيه لو انت فردتيه بسمك تخين هتيجي تتنيه كده هيقطع معاكي. لكن بصي طيب جربوه على طريقتي. عيش التورتيه الصحي الاقتصادي المفيد جدا. ليه؟ عشان بيعيش بدقيق اسمر كامل. ودقيق الذره طبعا عارفين بيعمل ايه في المعده، بيروق المعده التعبانه. يلا بينا على طول نجرب الفيديو ده. خلصي الفيديو معايا وروحي جربيه على طول. مقاديره كلها عندك في البيت. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منك كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.